اهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب القهوه. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نتكلم ازاي حسام حسن قدر يعطل منتخب بلجيكا ويخنق دوكو. حسام حسن اثبت انه مدرب كبير مش مجرد حماس وخلاص. بلجيكا نزلت الماتش بخطه 4 2 3 1، ومنتخب مصر نزل بالتشكيل اللي قلت عليه الفيديو اللي فات 4 4 1 1. بس هو خلى صلاح هو صانع الالعاب ومرموش مهاجم. وكانت المفاجاه بالنسبه لي هي وجود امام عاشور كجناح شمال قدام فتوح بادوار دفاعيه واضحه جدا. تشكيل مصر كان مفاجأة تكتيكية حتى المنتخب بلجيكا نفسه، إننا نلعب برباعي في خط الخلفي عكس كل التوقعات. وحسام حسن كان مأمن قلب الملعب بالثنائي مروان عطية ومهند لاشين مع تأمين الأطراف خصوصا الناحية اليمين عشان دوكو. حسام بدأ الماتش بميديم بلوك عشان ما يدافعش جنب شوبير ولا يضغط ضغط عالي من فوق علشان المساحات اللي يقدر دي بروين يستغلها بسهولة جدا. والمميز في الموضوع بالنسبة لي هو الترحيل الدفاعي. زيكو كان بينزل مع هاني، ومروان بيرحل ناحية اليمين عشان يقفلوا على دوكو، ومهند لاشين كان بيرحل ناحية الشمال عشان يقفلوا على تروسارد. جارسيا قرر ان هو يحرك دوكو من الشمال خلاه لناحية اليمين عشان يلاقي مساعدة، لان دور زيكو الدفاعي كان مميز جدا جدا. قدر ان هو يمنع اي مساعدة او امتداد لدوكو. وكمان زيكو كان ليه دور كبير في الضغط بدون كورة، وده السبب الرئيسي لاختيار زيكو كجناح يمين. وهنا دور صلاح كان محطة في خط الوسط يقدر يبني عليها الهجمة، يسمح بانطلاقات زيكو من ناحية اليمين وإمام من ناحية الشمال ومرموش من العمق. هي النقطة السلبية بس في الموضوع هو بطء التحرك عند امتلاك الكورة. اعتمدنا على المهارة الفردية أكتر من الجماعية في التحولات، ودي كانت نقطة سلبية كبيرة. من الحاجات الإيجابية في الموضوع هو اعتمادنا على بناء الهجمة أغلب فترات الماتش على الأرض من خلال مصطفى شوبير اللي وصلت نسبة دقة تمريراته إلى 87%، ونسبة دقة تمريراته الطويلة إلى 44%. وعايز اشيد باداء محمد هاني اللي عمل ماتش من افضل ماتشاته خلال مسيرته كلها. السلاح الخفي هنا في الموضوع هو كان امام عاشور اللي كان عنده سرعه في التحرك كجناح شمال، ونجح في خداع ظهير بلجيكا بعد ما اتحرك في العمق عكس اتجاهه كجناح ايسر، وقدر يسدد الكرة على مرمى كورتوا في لقطه الهدف الاول. وبصراحه هو كان مفاجاه، وكان هو كلمه السر في الماتش كلها. وكان نفس الحيله دي تتكرر اكتر من مره، بس امام كان ملتزم اكتر بالطرف زي ما ظهر في الخريطه الحراريه بتاعته. مدرب بلجيكا اضطر ان هو يزود عدد لاعبين في نص الملعب تحت خط الهجوم، وده كان واضح جدا في تغييرات الشوط الثاني. احصائيات الاستحواذ كانت بتقول ان بلجيكا 52% مقابل مصر 38%، وتمريرات بلجيكا كانت 476 تمريره مقابل 413 تمريره لمصر، في حين ان مصر سددت في 14 مناسبه مقابل 15 لبلجيكا. وده معناه ان كان في توازن مرعب في الهجوم. محاولات خطيرة على المرمى كانت 4 لمصر مقابل 3 لبلجيكا. الأخطر في الموضوع إن محاولات مصر كان من بينها 8 تسديدات من داخل منطقة الجزاء، وده معناه إن إحنا كنا بنخترقهم وبنوصل لمرمى بسهولة جدا، ودي حاجة تحسب لحسام حسن. الماتش ده أثبت إن منتخبنا مش رايح أمريكا لمجرد التمثيل المشرف في المجموعات، إحنا رايحين ننافس بعقل تكتيكي كبير. أتمنى نفضل على نفس المستوى باقي المباريات والروح اللي كنا فيها في ماتش بلجيكا. بس هنا عندي سؤال ليكم يا جماعة على القهوة. بعد الاداء العالي قدام بلجيكا، تفتكروا حسام حسن هيعتمد على نفس الطريقه قدام نيوزيلندا، ولا هيغير الخطه تماما ويهاجم بضغط عالي من اول دقيقه عشان يفك التكتلات المتوقعه من نيوزيلندا؟ مستني رايكم في التعليقات. قعدتنا خلصت بس الكلام في ملعب القهوه ما بيخلصش. سلام يا كباتن.